اختي حبيبتي هفرحك. خير يا حبيبي. اخيرا عيد الحب ده مش هبقى وحيد. امال هتبقى فريد يا حبيبي؟ لا 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 لا، اقصد مش هبقى وحيد صفة، مش وحيد اسم، قالش رخيص. انا قررت اتجوز. بجد حبيبي فرحتني، ده انا بقالي 37 سنة بتحايل عليك عشان تتجوز. الف الف مبروك، فرحتني. ويا ترى بقى مين صاحبة النصيب المتعوس؟ عايزين اقول لك كده على طول يا شقية؟ فاكرة فتحية صاحبتك في تانية اعدادي اللي لما كنت بتاخدي معاها دروس بره، في مرة الدرس اتلغى وجيتوا البيت عشان تاخدوه؟ ساعتها لما جيتوا البيت انا لمحتها من ورا طرف الستارة، ومن ساعتها مش عارف انساها، وقررت النهاردة اني اتجوزها. صاحبتي في تانية اعدادي؟ هو انا دخلت تانية اعدادي امتى؟ ايه ده؟ قصدك فتحية المفترية؟ يا واد، دي اتجوزت من 35 سنة وسافرت مع جوزها الكويت وعاشت هناك، وفي مرة وهي راجعة ركبت الطيارة مع جوزها عشان تزور بنتهم اللي موجودة في مصر ومتجوزة. الطيارة ولعت بيهم يا حبة عينيا وما كملتش الرحلة وما رجعتش. الله يرحمها بقى، خيرها في غيرها. ايه؟ فتحية ماتت؟ دي كانت حب حياتي. يلا غيرها في غيرها زي ما انت قلتي. طيب فاكرة سوسن جارتنا؟ سوسن مين يا واد؟ ده انت ملحقتش تنسى فتحية. الحي يبقى من الميت يا روحية. روحية؟ ده انت اللي ميت يا ابن ناس متفيدة. وانا مخي دفتر يا اختي. سوسن يا بنت اللي كانت ساكنة جنبنا في البيت القديم قبل ما ننقل ونروح البيت الجديد. كانت في مرة واقفة في البلكونة وانا كنت داخل الشارع عندنا، وانا داخل اتكعبلت في طوبة. هي كانت بصة بطرف عينيها وقال ايه نكتة ضحكتها من غير ما تبينها. بس على مين؟ انا خدت بالي انها ضحكت، ومن ساعتها وانا بفكر فيها وقررت اتجوزها. ضحكت ايه يا موكوس اللي كتمتها؟ دي هي كانت بتضحك على الفاضي والمليان يا واد، دي كانت هبله. سوسن مشهوره انها هبله والبلد كلها عارفه. انت رايح تحبها عشان ضحكت لك؟ يا ابني يا موكوس، دي دخلت من ساعتها المستشفى وما خرجتش من يومها لحد دلوقتي. يا ابني روح شوف لك حب لك واحده عدله. سوسن طلعت هبله؟ ده اللي بيحصل لي كده؟ دي كانت حب عمري، حب حياتي، انا اللي بيحصل لي كده؟ يلا مش مهم. طب فاكرة عم شحاتة العلاف؟ يا نهارك ازرق، حبيت عم شحاته العلاف يا موكوس؟ لا عم شحاتة ايه يا بدرية، انا حبيت اخوه، قصدي اخته دي كانت عينيها خضرة وملونة، ويجي من 38 39 سنة كده كان عليها قصة جنان، معرفش دلوقتي ظروفها ايه. في مرة وانا معدي من قدام المحل عندهم قررت اشتري رز، فجأة دخلت عشان اشتري الرز ملقتش عم شحاتة، لقيت اخته قاعدة مكانه، قلت لها اديني كيلو رز، راحت مدياني كيلو رز وادتني بالباقي البان من عندهم. اتاريها البت بتحبني وادتني اللبان عشان اعرف، بس ايه انا ذكي ولقطتها، ومن ساعتها وانا بحبها جدا وقررت النهارده اتجوزها. طب اجيبها له ازاي دي يا ربي؟ ياض انت اخته دي ما سمعتش عنها حاجه قبل كده؟ ياض اخته ام عيون ملونه، ياض دي كانت ممسوكه اداب ياض. ايوه يا ستي، ما انا عارف انها كانت في كلية اداب وكانت قمة الادب والاخلاق والرقي. ده في مرة لقيت 9 شباب واقفين بيشتروا من عندها وهي ولا عايزة تعبرهم بطرف كلمة. ال9 واقفين مرة واحدة، معرفش بيشتروا ايه، بس فضلوا واقفين طول اليوم، ومش عارف هي بتقول لهم ايه برضه، مؤدبة. بقول لك ايه يا حبيبي، ما تخش كده تستغطى وتنام بدل ما انت جاي لك فكره الجواز دي على اخر الليل، وبكره هتروح ان شاء الله. خش دلوقتي وانا هجديك الحقنه بتاعتك عشان انت اتاخرت فيها. استغطى يا حبيبي ونام وانا جايالك. انا غلطانه اني سمعت كلام دكتور الغبره اللي قال لي اطوعه في اني اخته. ما انا اتنيل اقول له اني مراته وهو اللي فاقد الذاكره. مش عارف ايه الدكاتره اللي متنيله دي، كل يوم هيطلع لي بحجه وعايز اتجوز ومش عايز اتجوز، وانا اسمع كلام الدكتور في ان اخته. الله يخرب بيت الدكاتره واللي عملوا فينا.